اللي محلش الواجب. استاذ زمان هذا اي واجب اللي اديتهولك امس. الورقة ضاعت. ايه يا عبد الله، الورقة ضاعت. ما تضيع الورقة، في حاجة اسمها المربع الالكتروني. تعرفوش ولا ما تعرفوهوش؟ بتحط الرقم المدني فيه بيطلع كل حاجة، جدول الحصص والامتحانات والافلام التعليمية وكل حاجة عن المدرسة. حتى بيتكم بيطلع، وسيارة ماما وبابا بتطلع، حتى المقصف والكاكاو والحلاوي بيطلع. ده زي المصباح السحري. انا هديكم الامتحان، وعند الامتحان يكرم المرء او يهان. استاذ اي امتحان؟ اي امتحان؟ امتحان يوم الحد، انا قلت لكم. استاذ يوم الاحد كنت غايب. يوم الحد غايب؟ لو كنت مشيك على المربع الالكتروني ما حصلش زي ده. يا ولاد كل واحد فيكم ما ينساش يشيك على المربع الالكتروني. يا ولاد حطوا الرقم المدني، ما تنسوش يا ولاد. الله يرحمه. هلا بعبد الله. هلا والله، شلونك؟ بوس الكعبه ان شاء الله. شلونك؟ عساك بخير ان شاء الله. سويت اليوم بالمدرسه ان شاء الله بيضتها. لا حتى الاساتذه كلهم يحبوني، والناظر والطلبه كلهم. كفو عليك والله، كفو. هذا وليدي، عفي عليك والله. ولو يمكن اطلع على الصف الاول وفوقهم يمكن على المدرسه. ما شاء الله، لا اله الا الله. عفي عليك. هذا وليدي. يا وليدي جيب لنا شهاده طيبه، عشان ترفع راسك وترفع راس ابوك وياك. عفي عليك والله. هذا وليدي السبع. عفيه. تبوس الكعبه يا يبا، تبوس الكعبه ان شاء الله. زين يا بحر، بسالك سؤال. اسال يبا، اسال. انت لابس قحفيه وبيجامه؟ يبا، قحفيه وبيجامه. هذا انت ما تدري ابوك دامج الحاضر والماضي مع بعض. يلا حبيبي. وين راح؟ عبد الله وينك يبا؟ وينك؟ تعال يبا، تعال يبا، ما شفناك يبا. تعال يبا، تعال. اقعد. يا ايش فيك زعلان يا ولدي؟ ايش فيك زعلان؟ بعدين تعال. انت مو قلت لي امس ان اليوم بيسلمونكم شهايد؟ وين شهادتك؟ وش فيك زعلان؟ جايب شهادتك وزعلان، ايش فيك؟ المفروض تفرح وتستانس، جايب شهاده انت، رافع راس ابوك. يا زعلان بعد؟ شنو هذا؟ كله ضعيف. وين يبا؟ وين كلامك؟ وين اني انا شاطر وشاد حيلي والمدرسين كلهم يبوني وراح اطلع الاول على الصف واطلع الاول على المدرسه؟ وين الكلام هذا يبا؟ يبا كلهم حطوا علي، الناظر وش اسمه الطلبه واسمه المدرسين. وليش حاطين عليك يعني؟ مش زراني، وحتى امتحاناتهم صعبه. تخيل كذي احنا قاعدين المدرس الرياضيات يقول لكم يلا اختبار. وش الحكي هذا؟ صعب الاختبار، يعطونا امتحانات صعبه وكلها مفاجاه. هذا مو حكي، هذا مو حكي. انا باكر رايح مدرستكم وراح اشوف هذه المدرسه هذه مدرسينها ليش قاعد يسوون بالطلبه كذي.
استاذ يبا الولد جاب لي شهادته، درجاته ترى كلها نازله وما له عاده كذي. وبعدين انا كل ما اساله يقول لي انا مسوي زين بالدراسه. تفاجأت من جاب لي شهاده درجات كلها ابوها. عسى ما شاء استاذ. الشر ما يجيك يا ابو عبد الله. اسمح لي اقول لك ان هذا مو كلام. والله شو الكلام يعني؟ الكلام يا محفوظ السلامه انك قصرت وايد مع ولدك. ما تقول لي يا ابو عبد الله وينك طول هالمده؟ ما تينا المدرسه ولا تسال عنه ولا تتابعه. استاذ انا يبا انسان مشغول ومو فاضي، وعندي التزامات ودوام ولويه، مو فاضي انا كل يوم اجي واخذ اجازه من الدوام واجي حق المدرسه. انا قاعد بالبيت واساله يقول لي انه هو مسوي زين بالدراسه بس. كلنا يا ابو عبد الله مشغولين، وانا حالي من حالك، عندي عيال هم بالمدارس. بس وينك عن نظام المربع الالكتروني؟ مربع الكتروني؟ شو يطلع هذا بعد مربع الكتروني؟ يا محفوظ السلامه المربع الالكتروني هذا نظام الكتروني يربط ما بين اداره المدرسه وبينك انت يا ولي الامر وبين الطالب وبين المعلم، بحيث انكم كلكم تكونون على بينه ودرايه بسلوك الطالب بالمدرسه ومستوى التحصيل العلمي والدراسي حقه. ما شاء الله، والله شيء زين هذا، شيء جديد هذا. وبعد شنو من المميزات هذا عنده؟ البرنامج هذا بادرة وطنية في جميع مناطق الكويت التعليمية بإشراف ومتابعة التوجيه الفني للحاسوب لمنطقة حولي التعليمية. وايد ممتاز، حلو. طبعا عن طريق هذا الموقع تقدرون تطلعون على الاختبارات والواجبات المنزلية والخطة الأسبوعية وأوراق العمل والبحث والمشروع، حتى تقدر تعرف كشف درجات ولدك بالمدرسة وسلوكه وغيابه وتأخره عن الحصص، وفي ألبوم في كل نشاطات وفعاليات المدرسة، بالإضافة إلى الإعلانات اللي احنا نسويها فيما يرتبط بأنشطة المدرسة والاختبارات. طبعا في حال إذا كان الطالب مثلا غايب بأي حصة من الحصص والمدرس معطيهم اختبار، يقدر عن طريق رقم المدني الخاص فيه يدخل على الموقع ويعرف شنو الاختبارات اللي عنده وبأي مادة من المواد وتواريخ الاختبارات وكذلك الأجزاء اللي راح يختبرهم فيها المدرس. والله وايد ممتاز، هذا مشروع جدا جميل. أما فيما يرتبط فيك يا أبو عبد الله، أنت تقدر تدش بهالموقع برقمك المدني الخاص فيك وتعرف كل المعلومات والبيانات المرتبطة بعيالك كلهم. يعني أستاذ الحين إذا واحد بيدش بهالموقع بس مجرد إنه يدش الموقع ويحط رقمه المدني ويطلع له كل المعلومات، كل شيء. حلوة، وايد حلو. هالموقع هذا اللي فيه المربع الإلكتروني هذا راح يغنيك عن ييتك وراح إن شاء الله تجابل شغلك وطلعاتك. أكيد أكيد. وهذا كله يا أبو عبد الله راح يصب بصالح عيالنا وطلبتنا، وبالنتيجة هذا الشيء راح يحقق مستقبل زاهر للكويت. يعني هذا المربع الإلكتروني صار مثل مصباح علاء الدين. هلا وعليكم السلام. هلا بعبد الله، هلا بوليدي. ها لابس رياضة وحالتك حالة وكرة، وين رايح؟ رايح العب كرة مع الربع. تلعب كرة مع الربع؟ شنو ما عندك دراسة؟ انت مباشر عندك امتحان باللغة العربية عند الأستاذ عرابي، ها؟ عندك ولا ما عندك؟ وخو الشهر اللي طاف درجاتك كلها ضعيفة، صح ولا لا؟ وبعدين على فكرة ترى الأستاذ عرابي يقول ان ما زلت انك انت ضعيف بحفظ النصوص، صح ولا لا؟ وانت ادرى بعد. انا اقول خذ فوق تحت واترك عنك لعبة طنباخية، تبي تصير نفس عمك علي مقصيد، اترك عنك. زين يبا؟ يلا وروح جاب دروسك، توكل على الله. ايه والله كفو عليكم والله على هالبرنامج الطيب والله. اي نعم هذا البرنامج الزين، هالمربع الالكتروني هذا، وانا متشي اخبار عيالي كلها عندي. كفو والله عليكم والله. هذا مو مربع الكتروني، هذا مصباح علاء الدين. اي نعم.
حتى بالاس ام اس المربع الالكتروني. والله كفو عليك يا المربع الالكتروني، والله كفو عليك.